سيادنا، السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم. تحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدات. هذا عبد السلام الحجوي يحييكم. وأخيرا وبعد طول انتظار، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تخرج بهذا البلاغ الرسمي، وذلك عقب العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد المغرب. إذن هذا الخبر كنا كنتمناو شحال هذه يخرج، ولكن اليوم الجامعة تخرج عن صمتها بهذا البيان الرسمي اللي غادي نتعرف معكم عليه خلال هذه الحلقة. أعزائنا المشاهدين، فكنا مجبرين أنه الجامعة دير هذا البيان الرسمي تستنكر فيه بشدة عقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ما درنا والو، حنا سمينا، حنا اللي درنا الشغب. تخيل معايا السنغاليين اللي سبوا لنا مشاكل تحت أنظار العالم ما صدرتش عندهم عقوبات، وحنا اللي كنا منظمين هذه البطولة تحت نجاح كبير استشهده كل الأنظار، استشهده كل المحللين، ولكن في الأخير كنتصدموا بعقوبات ضد أشرف حكيمي، ضد إسماعيل السباري، وضد كذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إذن كان من الواجب على الجامعة على أنها تستأنف هذا القرار، وبذلك خروج اليوم فوزي القجع ببيان رسمي. فخليني نقول لك هذا الشيء اللي كانوا كينتظروه المغاربة، وأعاد الهدوء إلى الشارع الرياضي المغربي. نمشيو مباشرة نتعرف معكم على البيان الرسمي الذي أصدرته الجامعة لكرة القدم. إذن بعد اطلاعها على الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي توصلت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مؤخرا بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة، والتي جمعت يوم الأحد 18 يناير 2026 بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي برسم نهائي كأس إفريقيا للأمم، والتي شهدت انسحاب لاعبي وأطر المنتخب السنغالي واقتحام جماهيره لأرضية الملعب، وما ترتب عن ذلك من فوضى وأعمال شغب. وبالنظر إلى العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط لا تتناسب مع جسامة وخطورة هذه الأحداث، كما أكدت على ذلك المراسلة الرسمية التي بعث بها رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وحرصا منها على صون جميع الحقوق التي يكفلها القانون. قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باستئناف لهذه الأحكام. برافو عليك السيد فوزي القجع. اليوم طمأنتينا وبعثتي واحد الرسالة إلى باتريس موتسيبي، قلتي له بالعربية أولا بالدارجة وسمحوا لي على هضرة، راه تا كتخربق، راه ما عندك لا قوانين ولا عقوبات ديال القانون، رغم أنه القانون الذي يسمح بمعاقبة منتخب السنغالي هي المادة 82 من قانون لدى لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي تقول على أن أي منتخب أو أي فريق انسحب من المباراة تطبق مباشرة المادة 82 اللي كتقول لأنه المنتخب الذي انسحب من المباراة يعتبر منهزم ب3 ديال الأهداف دون رد، والفريق الآخر يعتبر هو المنتصر أو له ربما هو المتوج باللقب. هذا الشيء ما شفناش. هذا الشيء من اللي داروا الجامعة أو من اللي داروا السيد فوزي القجع في الملف، الجامعة شنو الاتحاد الأفريقي شنو قالوا غير سمحوا لنا هاد المادة لا تدخل ضمن هاد العقوبات. كيفاش لا تدخل ضمن العقوبات؟ الاتحاد الأفريقي وجه رسالة للقجع، قالوا المنتخب السنغالي ما انسحبش، قالوا المنتخب السنغالي خرج انسحب 15 دقيقة، ولكن المباراة
يعني انتهت بصافرة الحكم الكونغولي جون جاك ندالا اللي كان استشهد بهذا الشيء. وهنا كيتطرح السؤال، فلا بغينا نكونوا صريحين، راه المباراة راه ما انتهتش، عفوا راه المباراة ما انسحبتش، راه ما انسحبش فيها المنتخب السنغالي. المباراة انتهت بصافرة الحكم الكونغولي جون جاك ندالا. لو كان الحكم الكونغولي جون جاك ندالا دون هذا الشيء في التقرير ديالو المباراة وقال لهم راه انسحب، كانوا هذيك الساعة غادي يستعملوا مباشرة المادة 82. ولكن للأسف الشديد المنتخب السنغالي ما انسحبش، خرجوا واحد 10 دقائق ولا 17 دقيقة ولاو كملوا المباراة وفازوا باللقب تحت أنظار المغاربة. يعني خليني نستعمل هذه العيبة وخليني نستعمل هذه الكلمة، ربما كتجي شي شوية صعيبة ولكن سمحوا لي، ديال الدارجة اللي كتقيس راه مقولبونا بهذا المعنى، قولبونا وداو الكاس تحت أنظار المغاربة. هذا السيناريو ما كان كيتوقع حتى شي واحد. اليوم من الحق الجامعة أنها تستأنف القرارات. وتخيل معايا أنه اليوم الاتحاد أو المحكمة التحكيم الرياضية طاس فوقاش غتصدر بالقرار ما بعد 3 أشهر. عاد هذيك الساعة غتخرج بواحد القرار رسمي بخصوص هذه العقوبات التي أصدرت من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي. تخيل معايا هو أنه المغرب مثلا ربح الملف، مثلا ربح أنه هذه العقوبات اللي صدرت من الاتحاد الأفريقي ضد المغرب يعني غير مقبولة. مثلا المغرب ربح الملف، كونوا أكيدين على أنه غتصدر عقوبات قوية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وربما لا ربما هذه قوانين داخل محكمة التحكيم الرياضية، ولا ربما بعض المسؤولين اللي خداو القرارات داخل لجنة الانضباط سيتم أعزائنا المشاهدين إعفاءهم من مهامهم، لأنه هنا القانون واضح. محكمة التحكيم الرياضية اللي هي اللي كتحكم في زمام الأمور، وطبعا في لوزان بأسويسرا. إذا الأمور عند المحكمة التحكيم الرياضية بخصوص هذا الملف. طبعا فوزي القجع كونوا أكيدين أنه غادي يعمر الملف من طق حتى السلام عليكم، من البداية ديال العقوبات، من البداية ديال المباراة، شنو وقع لينا، علاش ما استعملوش، شنو درنا باش وقفوا أشرف حكيمي وتغريم الجامعة وكذلك السيباري. فبالتالي كنوعدكم على أنه الملف غيمشي بعيد، ولكن كونوا واثقا لأنه محكمة التحكيم الرياضية فغتاخذ القرار المناسب. وكنوعدكم إن شاء الله الملف غادي يفوز به فوزي القجع إن شاء الله أمام لجنة التحكيم الرياضية الطاس بلوزان بسويسرا. نتمنوا التوفيق وحنا ما يكون إن شاء الله غير الخير، وإن شاء الله نوافيكم كل تفاصيل متعلقة بهذا الخبر اللي يشكل واحد الحسرة وواحد الصدمة لدى كل المغاربة، بخصوص وأنه النهائي ما كان كيتوقع حتى شي واحد لأنه السنغال غتفوز به. ولكن من بعد هذيك الأحداث، من بعد هذيك المشاكل اللي وقعت، فنقول لكم واحد الحاجة مهمة جدا، وأنه الآن راه ما بقاش أننا نتيقوا، ما بقاش هذا سنغالي ولا هذا جزائري خويا ولا هذا تونسي حبيبي، ولا بالعكس كل واحد نتقاسموا معاه على حساب الفكر والحدود ديالو وكيفاش كيتعامل معنا حنا ملي كنمشيو حنا عندهم. فبالتالي هذا سؤال كيتطرح الآن من جميع المشاهدين اللي كيحبوا المنتخب وكيحبوا الراية ديال المغرب. فالشكر موصول لكم، فغادي نوافيكم بكل تفاصيل متعلقة بهذا الخبر اللي خرج قبل قليل في بيان رسمي أصدرته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. بلا ما نطول على المشاهدين والمشاهدات، نتلاقى إن شاء الله بكم في حلقة أخرى تخص كل ما يدور في الكواليس أعزائنا المشاهدين.